السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة سهلة اقتصادية وأهم حاجة مفيدة للصحة. كما راكم تشوفوا هي وصفة شوربة العدس الأحمر. هذه الوصفة بنينة واقتصادية ومفيدة بزاف للصحة ولجسم الإنسان. تبعوا معايا واش راح نحتاجو فيها والمكونات تاعها. اول حاجه ناخدو هنا كيله تاع عدس احمر، نغسلوها مليح مليح بالماء، ونجيبو كسرونه نحطو فيها 3 حبات جزر متوسطه الحجم نقطعوهم بهذا الشكل، نزيدو عليها 2 حبات بطاطا متوسطه الحجم عاوتاني مقطعين بشكل عشوائي، و2 حبات بصل يكونوا عاوتاني متوسطين الحجم نقطعوهم بشكل عشوائي، نزيدو عليهم فصوص تاع توم مقطعين 3 فصوص تقريبا، نزيدو عليهم ملعقه كبيره زيت الزيتون و2 ملاعق كبار تاع زيت نباتي وملعقة كبيرة مارغرين. بالنسبة للتوابل غادي ناخدو هنايا نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة فلفل أسود، قليل من الكركم، نصف ملعقة صغيرة توابل الدجاج، نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر، نصف ملعقة صغيرة قزبر مرحي، نصف ملعقة زنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة كمون. نخلط المكونات تاعي ونكون قليتهم مع بعض الخضر فقط بلا ما نضيف عليهم التوابل. بعد ما تقلاو الخضر مليح مليح ضفت عليهم هنا التوابل وزدت عليهم الكيلة تاع العدس الاحمر بعد ما شللته مليح بالماء باش نتخلص من هذاك الغبار وهذوك الشوائب اللي يكونوا فيه. نخلط المكونات مع بعضياتهم ونرجعهم يتقلاو فوق النار، نخلي الخضر تاعي والعدس يتقلاو مليح مليح وياخذوا النكهات تاع بعضياتهم تاع التوابل، ومن بعد نبدي نمرق بالماء. الماء لازم يكون هنايا مغلي، لازم نمرقوا حتى الخضر تاعنا يتغطاو تقريبا بحوالي اصبعين. لازم المرق يكون فايت الخضر بدو دوا، نخليهم يطبخوا مليح، ومن بعد ما غلالي الخليط نغلق عليه ونخليه حتى يطيب. كي طيب العدس تاعي نطحنوه بالبراميكسور ونقدموه بالهنا والشفاء. الوصفة بنينة واقتصادية ومفيدة جدا. كما تعرفوا العدس الأحمر مفيد جدا للصحة ومناسب للأيام تاع البرد. أنا قدمته مع بوراك تركي وانتم تقدروا تقدموه مع واش حبيتوا. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. نتلاقاو في فيديو آخر وصفة جديدة إن شاء الله. ما تنساونيش بجمع الفيديو والاشتراك في القناة، وأكيد فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر. سلام.